السلام عليكم، معكم أفنان. اليوم هنحضر مع بعض حلا الزبادي. حلا بارد وسريع ومناسب للصيف وما بياخد معكم وقت في تحضيره. خلونا نشوف مع بعض المقادير. لتحضير حلا الزبادي هنحتاج للطبقة الأولى 12 حبة بسكوت شاي أو بسكوت ديجستيف، 70 جرام زبدة مذابة. للطبقة الثانية هنحتاج 2 كوب حليب بودرة، ربع كوب سكر، رشة ملح، و2 علبة زبادي. للطبقة الثالثة هنحتاج كيس كريم كراميل ومعلقة كبيرة قهوة سريعة التحضير أو نسكافيه. أول شي راح نبلش بالطبقة الثانية اللي هي الطبقة البيضة. طبعا بهاي المرحلة ممكن تستخدموا الخفاءة الكهربائية أو تستخدموا الخلاط العادي تبع العصير، ممكن تستخدموه تخفقوا فيها الطبقة البيضة. هنضيف الحليب البودرة والسكر. طبعا استخدمت ربع كاسة سكر، اذا انتوا بتحبوها تكون احلى من هيك ممكن تضيفوا كمان سكر. كمان ضفت الملح بيعادل الحلاوة، يعني لو طلعت حلوة كتير الملح بيعادل هاي الحلاوة. بعدين هنضيف الزبادي ونخفقهم مع بعض كتير منيح لغاية ما يصير معنا الخليط كتير ناعم. هنجهز الطبقة الثالثة وهي عبارة عن كريم كراميل. طبعا زي ما هو مكتوب على العلبة هنحضره، بس مش هنحط عليه حليب، هنضيف معلقة النسكافيه أو معلقة القهوة سريعة التحضير، هنحطه على النار يغلي بس هيكون جاهز. بعدها نبلش بالطبقة الأولى. طبعا البسكوت مطحون وجاهز، هنضيف له الزبدة، هنقلبهم مع بعض لغاية ما يندمجوا مع بعض منيح. في صينية الكب كيك هنوزع الورق الخاص بالكب كيك، وهنوزع مقدار معلقة في كل كب، وهنضغط عليه لحتى ياخد شكل القالب. هنستخدم كب صغير او معلقة الايس كريم. هنوزع خليط الزبادي بس ما رح نعبي الكب للاخر، هنخلي مساحة للطبقة الثالثة. لغاية ما تنتهي معنا الكمية. بعدين هندخله على الفرن طبعا لمدة 5 دقايق على حرارة 180 لغاية بس تجمد معنا الطبقة اللي فوق. مجرد انها تجمد هنطلعها من الفرن، نسيبها تبرد بحرارة الغرفة. بعد هيك هنسكب الطبقة الثالثة ونوزعها عليها. اللي هي الكريم كراميل مع القهوة. هنتركها تبرد بحرارة الغرفة، بعدين هندخلها الثلاجة لمدة ساعة أو حتى تتماسك الطبقة الثالثة. قدموها باردة واستمتعوا بهذا الحلا البارد اللذيذ، وصحتين وعافية عليكم. هذه الوصفة وغيرها من الوصفات هتلاقوها على موقع وصفات زاكية.com وأفنان كيتشن، هتركولكم الروابط في الوصف. بتقدروا تعملوا طباعة للوصفة وتحتفظوا فيها وتستخدموها وقت ما بدكم. إن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي من مطبخ أفنان. مع السلامة.